مصادر بي إن سبورتس توصل الهلال السعودي لاتفاق مع باريس سان جيرمان يحصل بموجبه على خدمات النجم البرازيلي نيمار. وكانت المفاوضات بين الناديين قد تسارعت في الأيام الأخيرة بعد حصول الهلال على موافقة نيمار. وبحسب تقارير إعلامية فإن النجم البرازيلي خضع لفحص طبي تمهيدا لإعلان انضمامه رسميا إلى الهلال، حيث من المتوقع أن يوقع نيمار على عقد لمدة موسمين يحصل بموجبه على راتب سنوي سيصل إلى 80 مليون يورو. مشاهدينا الكرام، نعود لصفقة نيمار مع الهلال السعودي المحتملة. ينضم إلينا نسيم طالبي من باريس. نسيم، أهلا بك. بعد المصادر التي نشرت وخاصة لوكيب الفرنسية عن اقتراب مشوار نيمار مع البي اس جي بالانتهاء، خبر نسف أحلام برشلونة والجماهير الإسبانية. تحية طيبة لكم جميعا، خاصة وأن الأخبار التي بدأت منذ قبيل مباراة باريس سان جيرمان أمام لوريون كانت تتحدث عن هذه الصفقة، صفقة مغادرة نيمار إلى الدوري السعودي. وقبلها كانت هناك أقاويل، كانت هناك بعض المعلومات عن ارتباط نيمار بنادي برشلونة. والأخبار التي جاءت من فرنسا هي أن المدرب شافي هو الذي رفض هذه الصفقة، رغم أن محيط النادي أو محيط نيمار كان يريد العودة إلى الدوري الإسباني وخاصة إلى برشلونة الإسباني. طبعا هناك أيضا الأخبار التي ربطت نيمار بالدوري الأمريكي إلى حيث يلعب زميله أيضا الذي كان في باريس سان جيرمان ليو ميسي، ولكن في نهاية الأمر نيمار سيغادر باريس سان جيرمان. نيمار سيغادر باريس سان جيرمان إلى الدوري السعودي، ونيمار سيغادر باريس سان جيرمان إلى الدوري السعودي من بوابة نادي الهلال السعودي. طبعا هذه هي الصفقة، هي مسألة وقت فقط. الحديث عن الفحص الطبي الذي سيكون غدا هنا في باريس لنيمار مع النادي الجديد النادي الهلال السعودي، ثم يتنقل في بحر هذا الأسبوع إلى المملكة العربية السعودية لتوقيع العقد، وبالتالي الأمور ستحسم في الساعات والأيام المقبلة. طبعا هناك تضارب هنا في من قبل أنصار باريس سان جيرمان، من بين مرحب لمغادرة هذا اللاعب، وأيضا من بين الذين ينتابهم الحنين لما قدمه هذا اللاعب الذي قاد باريس سان جيرمان إلى نهائي الشامبيونز ليج نتذكر قبل 4 مواسم، وأيضا أدى موسما رائعا في أول موسم له مع باريس سان جيرمان، واختير أفضل لاعب لذلك الموسم في الدوري الفرنسي. ولكن الأمور تدهورت مع المواسم الأخرى، خاصة في ظل غيابه عن المواعيد الكبيرة في المباريات الكبيرة للشامبيونز ليج بداعي الإصابات المتكررة ولأسباب أخرى، وأيضا توتر العلاقات، هكذا يتحدث الإعلام الفرنسي، بينه وبين كيليان مبابي في المواسم الماضية. وربما هذا ما أدى إلى عودة إدماج ورغبة كيليان مبابي في للعودة إلى الفريق الأول لباريس سان جيرمان بعد كل المسلسل الذي بدأ هذا الصيف. طبعا هناك العديد من التساؤلات بشأن هذا اللاعب نيمار، ولكن الأكيد والمؤكد أنه سيغادر باريس سان جيرمان، سيغادر الدوري الفرنسي. الحديث أيضا عن لاعب آخر لباريس سان جيرمان قد يغادر باريس سان جيرمان إلى الدوري السعودي، ويتعلق الأمر بماركو فيراتي، وهو اللاعب الآخر الذي عمر طويلا في النادي الباريسي منذ بداية المشروع القطري في باريس سان جيرمان. الحديث أيضا عن إمكانية تنقله إلى الدوري السعودي في الأيام المقبلة. صحيح، إلى جانب خروج نيمار من البي اس جي إلى الهلال السعودية، بي اس جي يدخل الموسم الجديد، الموسم الفرنسي، بتعاقدات على رأسها عاصم ديمبلي. هل يعود البي اس جي إلى سوق الانتقالات ويجدد خطوطه؟ كل احتمالات نيرفانا واردة بشأن التعاقدات المقبلة لباريس سان جيرمان، خاصة مع قرب رحيل
ورحيل نيمار. كل الحديث هنا في فرنسا. الإعلام الفرنسي يتحدث عن كولومواني الدولي الفرنسي الذي تألق اكتشاف المنتخب الفرنسي في مونديال قطر الأخير، وبالتالي إمكانية التعاقد مع هذا اللاعب، بالإضافة إلى عثمان ديمبélé الصديق المقرب لكيليان مبابي، أيضا من مواليد ضواحي العاصمة الفرنسية باريس بإيفرو، وأيضا علاقة وطيدة تربط اللاعبين مع المنتخب في المنتخب الفرنسي. هناك أيضا الأسماء التي التحقت بباريس سان جيرمان على مستوى الهجوم، غونسالو راموس الهداف السابق لنادي بنفيكا والمنتخب البرتغالي، إلى جانب طبعا الانتدابات التي اعتبرت بالنوعية التي مست كامل الصفوف في الدفاع، خاصة الدفاع الذي كان محور ربما نقطة ضعف لباريس سان جيرمان الموسم الماضي، مع لوكاس هرنانديز الدولي الفرنسي اللاعب الذي توج مع ديدي ديشون والمنتخب الفرنسي بكأس العالم روسيا 2019، وأيضا سكرينيار الذي يعتبر من أفضل مدافعي دوري أوروبا، هذا المدافع القادم من الدوري من الإنتر الإيطالي، وأيضا أوغارتي. طبعا كل شيء وارد إلى غاية نهاية الميركاتو مع نهاية هذا الشهر، ولكن الأكيد والمؤكد أن مع عودة كيليان مبابي إلى التدريبات الفريق الأول مع انضمام هذا اللاعب عثمان ديمبélé، وجه باريس سان جيرمان أكيد سيتغير مقارنة بالوجه الذي أبداه في المباراة الأولى في البارك دي برانس أمام نادي لوريون، المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين. نسيم طالبي من باريس، شكرا على هذه الإفادات.